السلام عليكم، مساء الخير. الموضوع ثلاجة. سبق وأن تكلمت بالموضوع ذا ونعيده ثاني ما يضر، كان في ناس جديد يمكن ما يدرون وش الموضوع. هذه صارت عند أحد الزملاء يا جماعة الخير، يقول يا أبو فهد عندي الفريز يجمد، وجبت فني قال نبي ناخذه ونبي نفحصه والناظر. تدرون وش المشكلة عنده يا جماعة؟ المروحة. ومنين المشكلة؟ هنا. شوف الحين لو نضغط ذا عدوا معي، طبعا لا زلت ضابطه، بس غدا ما تقدر السناب اللي هي مشتغلة إن شاء الله. شوفون اشتغلت، ضابطه إلى الآن ضابطه. وش السبب؟ والمشكلة اللي عند زميلنا عنده الحساس ذا منكسر، يعني لما تسكر الباب شوفون هذه تضغط تعيش انت من كسر، يعني ما في شيء يعطي اشاره للمروحه تشتغل، لذلك تجمد، عفوا يجمد افريز. هذه انتبهوا له يا جماعه، هذه نقطه انتبه له. ليش؟ علشان لو يجي الفني ولك تدري تاكد، قل خل بشوف هل هي من ذي ولا لا. تعرفون الوقت ذا. شفتوا يا جماعه؟ الشيء الثاني، تعالي وتعال، الإطارات. والإطارات هذه غالبا ما يكون فيه نسميه حنا دبق يمسك بالربلة، شفتوه؟ فلذلك أجيب قماش وأحطه بميه دافي وأطفي الثلاجة وأمسح الإطارات هذه مع الربلة. حلوين. نفرض فرضا أني ما مسحتهن وإنه خربان الإطار عندي ذا والربلة، وش الأعطال؟ وش يسبب عندي؟ يطلع البراد بين الربلة وبين الإطار ويظل الكمبرسر شغال. المروحة يحتمل الكمبرسر، المروحة ما تلحق إنه تبرد الكمبرسر، تقل برودة الثلاجة عندك. لذلك دهنوهن بميه دافي. الإطارات إن شاء الله. لذلك تأكد من دي. قد يكون العطل منه والعلم عند الله. ترى مو معنى اني شرحت النقطة هذه ان عطل الثلاجة كله منه، لا، قد يكون هو السبب. فعشان تكون بس صاحي لما يجي الفني فاجئه، كشف لي الحساس هذا عشان ما يقول لك هذا ب 240. لا قلت له شوف الحساس ذا، قال ايه هذا ب60. ايوه حلوين كذا. شلون يكون مع الثعلبة؟ لا ان شاء الله الامور متيسرة ان شاء الله، متوجهة الامور. السلام عليكم. واضف الى ذلك، وش كان انا لذلك واضف؟ شفتوا البرزينو يخلي الواحد يعبر صح. اضف الى ذلك الثلاجات الحديثة اغلبها ما في مراوح عند الكمبرسور، لذلك واضف الى ذلك يفضل انك ترهم له مروحة زي اللي قبل كم من شهر نزلته بالسناب عندي، واحد مرهم مروحة للكمبرسور. أنت كذا. السلام عليكم.